سلام البنات، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم عند روحة المائدة أم ريتاج. أكيد ديما ترحب بكم. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية حبيباتي. توحشتكم بزاف. اليوم الفلوق تاعي نهار الجمعة إن شاء الله يعجبكم. نط الصباح كيما راكم تشوفوا. أيا لقيت كوزينتي نقية نحبها ديما بهذا الشكل تكون نقية. وبديت في البربوشة تاعي بعد ما فطرتهم كامل وغسلت الماعن. كيما راكم تشوفوا بديت في البربوشه تاعي. نهار الجمعه حنا ديما نديرو البربوشه اللي هي الطعام بصوص حمراء. اليوم درتها بصوص حمراء. ان شاء الله كانش نهار ندير لكم البربوشه على طريقتنا حنايا ناس الشاويه، ودرتها بالخضره كيما راكم تشوفوا بنينه. باش راح نقول لكم جات هايله روعه تاع الصح. ان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم. ما فهمتش واش به صوتي كي نجي ديما ندير لكم وكامل ايا يبدا يتخرخش. هنا كيما راكم تشوفوا يا البنات انا عندي البربوشه تاعي بعد ما فورتها وكامل. فورتها 3 تفويرات. هذه التفويره الاخرى درت لها الزبده. بربوشه الله الله عليها وزيد مسمغه بالزبده. باش راح نقول لكم شهيتكم يا البنات في الجنة ان شاء الله. انا نحب بزاف البربوشه سورتو بنهار الجمعه. مام الزوج تاعي العائله تاعي كامل بالجمعه لازم تكون بربوشه، واذا ما كانش بربوشه باش راح نقول لكم نتبنى باللي ماهوش يوم جمعة. جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. اليوم بديتكم معايا هنايا تعرفوا أكثر فأكثر على ولايتي. مناظر طبيعية عفوا. ولايتي هنا تتميز بحمام الصالحين. باش راح نقول لكم شكون اللي ما يعرفوش حمام معدني. باش راح نقول لكم فيه مناظر يا البنات. واش راح نقول لكم هاينين بزاف مناظر ينحيو على البال، مناظر يريحوا هذيك الاعصاب. سورتو كي كل واحد مضغوط سمانه كامله. انا هنا نخرج غير بساعه من الزمان صدقوني. مي كي نروح اون فورم نروح وكاني درت غسيل للمخ صراحه. تضحكوا عليا. والله مناظر. واش راح نقول لكم انا بغيت نعرفكم على ولايه خنشله اللي هي ولايتي وافتخر صراحه. تتمتع بنشاطات عديدة وبمناظر أكيد طبيعية هايلة. إذا رحتي لجيت الجنوب راح تلقاي مناظر رائعة خلابة ومزارع كامل، وإذا جيتي من ناحية الشمال تاعها راح تلقاي أكيد مناظر طبيعية من ناحية الهضاب اللي هي الجبال، ومن ناحية ثاني التربة، ومن ناحية النقاء هوائها، ومن ناحية الطبيعة فيها حمام معدني 2 اللي هو حمام صالحين وحمام الكنيف عنا. هذا حمام صالحين اللي راكم تشوفوا فيه صدقوني. وش راح نقول لكم احنا كامل هذه هي البلاصة اللي تريحنا. رامي يخدمونا في التسلية تاع الأطفال مازال ماهوش في الموقع هذا بالذات. راكم تشوفوا في هذيك المناظر هايلة. بغيت نشارككم اليوم الفلوق تاعي اليوم الجمعة واش درت وكامل وين رحت. ان شاء الله يعجبكم وينال اعجابكم وتعجبكم ثاني ولايتي. واكيد راح نعرفكم. وسبقني وعدتكم عفوا اني راح نشارككم من هكا هذو ملابس محلات أواني. وأكيد بالمناظر هذه الخلابة، المناظر هذه الطبيعية اللي الإنسان يحس بالراحة بطبيعة الحال فيها، ويحس بهذاك وفيها واحد الهدوء وواحد الهواء النقي. وش راح نقول لكم يا البنات؟ ما نقول لكم شهيتكم في الجنة. راح نقول لكم إن شاء الله تلقاو في الجنة مناظر وأحلى. هي مناظر الجنة أحلى من هذه بكثير. ربي سبحانه خلقنا وجعلنا في الأرض كل شيء حي حقا. راكم تشوفوا هذيك المناظر بغيت نشارككم بها. هذا مكان عائلي، منتزه عائلي. وش راح نقول لكم هايل بزاف خلاص. صدقوني وش راح نقول لكم احنا بخاسك سورتو في فصل الصيف. راكم تشوفوا رانا في فصل الخريف. الاوراق تناثرت في كل مكان كما راكم تشوفوا. الزوج تاعي قال لي تشفاي على هذيك بنتي كما راكم تشوفوا راهي تلعب بالورق. زوج تاعي قال لي تشفاي على هذيك تاعنا احنا الجيل الذهبي، على هذيك الشعر تاعنا ثرى الخريف. قلت له طرت نشعر له. قال لي ما زلتي تشفايها لي؟ قلت له ايه أنا راني نلعب باوراق الخريف. صدقوني منظر هايل، هواء نقي. بنتي راهي ترمي في هذوك الاوراق عليا وتقول لي مامها صوري الاوراق. صدقوني منظر هايل بزاف خلاص. والله الإنسان يرتاح غير مع هذه المناظر الطبيعية الهائلة. إن شاء الله تكون عجبتكم ولايتي.
تتميز بمناظر هايله بزاف. خلاص ما شفتو والو. هنا الازهار راهي دارت الثمره تاعها انا نعتها لكم. كاين العديد اللي ما يعرفش المناظر اللي كاينه في ولايتي. صدقوني راح نعرفكم بها تدريجيا باذن الله، واذا كتب المكتوب ان شاء الله. هذا هو حمام الصالحين المعدني، حمام معدني اللي في ولاية خنجلة. بطبيعة الحال ولايتي تتميز بعديد من الآثار الرومانية، فيها بزاف. حمام الصالحين يعتبر من الآثار القديم. خلاص راني ما زلت نلعب. شوفوا اختكم راهي تلعب، جابتها لعب. اذا في الكوزينه راهي تلعب، واذا نهديكم هاد الورود اللي راكم تشوفوا فيها، صدقوني هايله بزاف. خلاص بنتي مازالت ترمي عليا في هذوك الورق تقولي ماما ماما صوريهم صدقوني هايله بزاف. خلاص هاد المناظر ان شاء الله تكون فرجة ممتعة لكم، وتكونوا عرفتوا ولايتي، وتكونوا استمتعتوا بهذا المناظر كما انا استمتعت بهم صراحة. بنتي شوفوا قالت لي ماما صوريني، قلت لها وصورتها. يا صورتها قلت لها خلاص ترك نصورك، ما يكون غير في خاطرك. قلت لها ونديرك، والله نديرك، ودرتها صراحة. مازالوا الولاد يحبوا اللعب، مازالوا. احنا بالتأكيد احنا هنايا باش على جالتهم، باش يريحوا وينحيوا على بالهم أكثر فأكثر. ليسونسيال منكونش طولت عليكم هنايا. صراحة بعد في المناظر الطبيعية وكامل، بديت مباشرة إلى المنزل معكم وصفة العشاء تاعنا اللي هو فطيرة. إن شاء الله تعجبكم يعني. ما نحبش ندخلكم في العشاء، خلي الساعة تمضوا أكثر فأكثر بهذه المناظر الطبيعية، هذه المناظر الخلابة. أنا حاولت أني نصور لكم هذه المناظر الحقيقة الرائعة. شوفوا كيف المناظر هايلة بزاف. خلاص والله العين ترتاح فريمون. إن شاء الله تكون عجبتكم. هذا هو حمام كما راكم تشوفوا راه منهي. حاولت أني نعطيكم بعض المقتطفات. هذه هي ولايتي كما راكم تشوفوا. درنا العشاء تاعنا كامل. لما دخلت بين رابط بين طريق باب وخرجت كما تشوفوا هو يتميز ان شاء الله تكون عجبتكم. وقلت للزوج تاعي ماذا بك دير لي تدينا منا، كنا مروحين. هيا قلت له خلي نزيد شويه برك نصور نصور البنات نشاركهم اكثر فاكثر، وتكون هذه هي كما نقولوا المناظر تاعنا الخلابه. وهنا يا البنات انا هنا راح ندير لكم الفطيره اللي كنت قلت لكم عليها. هنا عندي الملح كما راكم تشوفوا، السكر، وعندي خميره كيميائيه ملعقه ملعقه، لاني راح ندير 800 غرام نتاع فرينه. وعندي كاس حليب دافي وكاس ماء دافي، اللي تحب تنقص تنقص. وعندي زوج صفار بيض. انا درت كميه كبيره لانهم وليداتي بربوشه جوعتهم شويه. هنا راح نحط المكونات السائله نتاعي. وعندي ثاني زوز مغارف نتاع الزيت، انا راح نحطهم. وفوالا لحت جميع المكونات السائله، ومن بعد نلوح انا السكر والخميره نتاعي بهذا الشكل وراح نخلطهم بطبيعه الحال بالفوي. مانيش راح نخليها تريح وكامل لانها فرينه. مانيش راح نحط سميد ولا دقيق كيما نقولوا. راح نحط جميع المكونات دفعه وحده، ومن بعد نخلطهم بالفوي، ومن بعد نضيف تدريجيا انا الفرينه. فوالا انا ضفت زوز ملاعق من الزيت، ما كثرتش الزيت كما راكم تشوفوا. هنا نخلط بالفوي مليح يا البنات باش صافي نخلط جميع المكونات. انا ما نحطش الملح في بعد ما نخلط
المكونات كامل البنات باش نحط هنايا الملح تاعي. انا الصفار البيض فصلت الصفار عن البياض بالعاني باش من بعد الصفار نحطو فوق الفطيره تاعي. صراحه العجينه هذه ما درتش غير بها فطيره، تقدري ديري بها ميني بيتزا، تقدري ديري بها سوفلي. انا نوعت وش هو، انا حطيت لكم غير الفطيره ومن بعد صورت لكم ايا واش درت كامل. انا نحط تدريجيا، نخلط على الاول بالفوي ومن بعد نخلط بيد تبدا اختكم الخبازه تعجن. من بعد نضيف تدريجيا صراحة هذيك الفرينة، ومن بعد نلوح يدي ونبداو نعجنو عادي جدا وتطلع لنا صراحة هذه تطلع فاسيلمون، لانها الفرينة ديما اللي يقولك 10 دقايق واللي يقولك عجينة الفرينة في ساعة تطلع. بار كونتر السميد كيما نقولو حنا ولا دقيق يطول شوية، من الفرينة في ساعة تطلع. انا خلطت هاد المكونات كامل مع بعض، من بعد نقلي البصله من جهه نقليها مليح نحمرها، وهذاك الفيونداشي نوجدو نحمرو. وعندي صوص طوماط انايا طيبت الطماطم وحدها غير بالملح ما درت والو. هذا بالنسبه للحشو تاعي. ونجيب في الشيدار ولا اللي عندك الفرماج اللي متوفر ديريه. سهله خلاص ما فيها والو صدقوني، وتجي بنينه بنتها. باش راح نقولكم يا البنات انا درتها بهذا الشكل العشاء تاعنا كيما راكم تشوفوا. راهو باين الخيال تاعي باللي راهو في وقت بديت في وقت الظلمه، لانه زوج تاعي ما يروحش بكري وكي يروح لازم يلقى كلش سخون في سخون على بها. انا هنا بديت جويه يقولوا 6 بديت نبريباري نصور لكم هذا منا هذا منا. كي يوصل هو يلقى العشاء تاعو واجد طايب نحطه له على 8. حنا نحط في البول، نحط انايا الزيت تاعي باش من بعد ما يكون ما تلصقليش هذيك العجينه. فوالا نحطها بهذا الشكل ونخليها تختمر من جهه. نكون انا نظمت وقتي وضربت كيما يقولوا عصفورين بحجر واحد. هنا البصله تاعي كيما راكم تشوفوا راني حمرتها مليح خلاص حمراء. شوفوا كيفاه طابت لي، صدقوني دير لي طعم هايل. انا وليداتي ما ياكلوش البصله في الفيونداشي لانها تكون تقرمش ولا انا نقليها وحدها. وهنا خدمت بزوز حبات نتاع طماطم، خدمت صوص طوماط عادي وطيبتها. وهنا الفيونداشي طيبتها وحدها. كما تعرفوا وليداتنا كل واحد وش ياكل، وعندي اللي هي شيدار وعندي هذا شاف نستعملوه ثاني. ونبدا في العجينه نتاعي. دوك تشوفوا طلعت لي ما شاء الله في الوقت اللي نوجد فيه انايا لي زانغريديون تاعي نتاع الحشو. تكون العجينه نتاعي صاي طلعت لي وريحت لي بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا. طلعت كيما راكم تشوفوا ما شاء الله. انا ندي غازيها ضربه على ضربه وحده ونبدا نقسمها واش راح ندير بيها. نقسم تاع الفطيره نتاعي من جهه واللي ندير به السفلي من جهه. وصراحه انا درت زوج خبيزات صغار يفطروا بهم وليداتي. درت فيهم فيرميسال من فوق شوكولا. راح ندير لكم اكيد غريبيه هاد الايام باذن الله تاع الفيرميسال وتشوفوا بنينه بزاف. خلاص وطعمتها راي في 10 دقائق ما تكونش. انا درتها سبقني ودرتها من قبل، مي عجبتني طريقة واحد الشاف دارها صراحة. ممكن جدا اني نديرها بطريقته هاي. لا انا كنت نديرها من بكري بالمحكل وهي فيرميسال وهي خليني نخليها لكم مفاجأة من مستحسن. يعني انكم كما تشوفوا في على عبر مواقع التواصل الاجتماعي كاين منافسه بزاف. واذا درتي نتيا كيكه ولا على طريقتك ولا تقول لك راكي درتيها، رغم انهم جميع الوصفات تقليديه. وشي هو كل وحده وابداعاتها، كل وحده وامكانياتها، كل وحده وشطارتها كما يقولوا. هذا هو المطبخ، عباره عن ابداع. تدخلي ديري حاجه كما حالة اختكم. كنت راح ندير زوز فطيرات محشيين نيتو. ايا قلت واحد يحب السوفلي، ودرت ميني بيتزا، ودرت ثاني فطيرات كعكعات نتاع بيتزا تركية ثاني. قاعدة اختكم هي تتفنن تعاود مع العجينة هذه. اي عجينة صدقوني تصلح للجميع.
تقدري ديري بيتزا، تقدري ديري لي زومبرغر كيما هذه ديري بها لي زومبرغر ميني بيتزا. ديري بها سوفلي، صالحة لكلش. كل وحدة وشطارتها وفنها في الطبخ. قادرة تبدعي من حاجة تخرجي بزاف حوايج. أم، هي عبارة عن كوزينة، عبارة عن قفازة فرات، هذا هو. الوحدة كي تكون فينا تعرف تقسم وقتها وتعرف، وبطبيعة الحال أكيد. ثاني كيما نقولوا كلش كيما نقولوا كل واحد ومقدوره. قادرة هنايا ما تنحي هذيك الفيونداشي ديري غير البصلة وديري غير طماطم، هذيك طماطم والفرماج، والله صدقيني تجيك بنينة بزاف خلاص. كيما تشوفوا الواحد الناس رانا في ظروف وكامل يعلم بها غير ربي سبحانه. ربي يرفع علينا هذا الوباء يا ربي، وربي يفرج على كل مؤمن، وربي يعطي لكم المؤمن. صدقوني والله ندعي لكم من قلبي. هنا يا البنات انا نحط هذيك الطماطم فوالا بهذا الشكل. مانيش راح نكثر بزاف بزاف، غير نحط كوش تاع طماطم بهذا الشكل. بعد ما حطيت الطماطم نروح نجيب هذيك البصلة تاعي اللي حمرتها، ما نقولش انايا هي طابت حتى حمارت. هنا حطيت هذيك الدبشة تاعي نخلطها مع المعدنوس، ومن بعد نروح نجيب هذيك البصلة تاعي اللي قليتها مليح حتى حمرتها تجي بنينة. هي البصلة انا نحب نخدم بزاف بيدي، اللي يحب يعلق يقول هاي تخدم بيدها، اللي يحب والله يصدقوني كي تكون بيدي تعطيها نكهة. باش راح نقولكم اذا هي بنينة تجي ابن وابن والله. لو كان ما نحطش يدي راكم تشوفوا فيا ها كلش باليد، غير طماطم هزيتها بقى لي طماطم ما حطيتهاش بيدي ضحكوا عليا والله. اي حذايا المغرف وكامل مي. هذه هي الام الجزائريه. يبان لي ماشي غير احنا الجزائريين اللي نستعملوا اليد. اكيد تلقاي الامهات كامل يحبوا يفرحوا وليداتهم ويستعملوا. صاير راحت فينا هاد العادات. انا حطيت الشيدر هذاك تاعي ما نكثرش منه بزاف، لانه ماهوش راح يبان لي من الفوق ولا كيما كونتر البيتزا ولا. ونكمل خوتكم هنايا تكمل هذاك الفرماج. شاف نحب نستعمل بزاف بالشاف ولا بربر صراحة. ما مشي زي مليح بزاف خلاص. كل واحد وش كل وحدة وش توفر عندها من فرماج. راكم تشوفوا هذوك ليبو اللي حطيتهم ليه، هذوك هما اللي راح ندير بيهم. شوفوا راهم دقيقة طلعوا لي، عاودوا طلعوا عاودوا نفاخوا كامل. انا هنا شاركتكم الفلوق تاعي نهار الجمعة. فوالا نحطها من جهة ونعاود نحال. نمسح اولا لو بلان دو طرافاي تاعي. فوالا شوفوا العجينة كيما راكم تلاحظوا يا البنات، انا ما عاودتش درت لها من التحت خلاص الفارينة ولا راني حليتها هكاك. وش هو شتو كي حطيت الزيت في البول انايا. فما تعاودش تلصق لكم، فهمتوني.